السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. دلوقتي باذن الله من قدام كليه طب بنات جامعه الازهر هنوقف بنات نسالهم ايه اكتر نصيحه انتم محتاجينها الفتره دي، هم يقولوا لكم عليها. طبعا 98% 99% حاجات عاليه، ولو رجع بهم الزمن هيدخلوا طب ولا لا. يلا بينا. اول حد اسمك ايه؟ منة الله. منة الله. طيب في سنه كام يا منة؟ في تانية. تانية طب جامعه الازهر. اقفي. كنت جايبه كام في ثالثه ثانوي؟ كنت جايبة 98% الحمد لله. ما شاء الله. يعني دفعة السنة اللي قبل اللي فاتت يعني كانت امتحانات صعبة. فعلا كده. السنة اللي فاتت كانت سهلة والتنسيق في صالحهم. لا بصي، كل سنة فيها امتحانات سهلة وامتحانات صعبة، بس السنة اللي فاتت كانت فعلا الأغلب سهل. والتنسيق كان في صالحهم. والتنسيق طبعا كان نازل يعني. كان تقريبا برعاية اللي عايز كلية يدخلها. بالظبط يعني. طيب بسرعة كده عشان وقت الفيديو. انت دلوقتي لو طبعا قولي احنا في شهر 2، بلاش نص واحد دي. لو في نصيحة عايزة تديها للطلبة دلوقتي هتبقى ايه؟ عايزة أقول لكم ما تيأسوش، وأي حد مضيع أي حاجة. المراكمة. لا، المراكمة ما بقول أي حد مراكم حاجة أو مضيع أي حاجة هيلحق يلمها. ما تخافوش وما تصدقوش كلام أي حد، ما تقلقوش مثلا من قلق اللي حواليكوا. الإنسان أصلا لما بينحط في ضغط هو بيتفاجئ بقدراته. فأنت لو فعلا ناوي واستعنت بالله، ربنا هيعينك فعلا تقدر تلم كل اللي انت عايزه. فما يقلقوش، والدعاء طبعا وبر الوالدين والصلاة. انا شايفه ان دي احسن نصيحه اصلا في الوقت ده، ان هم حاسين ان هم مش مذاكرين حاجه وناسين. ده طبيعي. لا، احنا برضه قبل الامتحانات طبيعي اصلا اي طالب الامتحانات بيبقى خايف وحاسس ان هو مش هيعرف يحل حاجه، خصوصا ان الفتره دي لسه ما بداوش يحلوا امتحانات قوي، لسه بادئين فيها. فهيلاقوا نفسهم مش عارفين يربطوا بين اللي هم ذاكروه وحفظوه وبين الاسئله. بس فعلا مع الوقت ومع المراجعه لسه في وقت، ولسه في وقت هتحلوا امتحانات كتير. وسبحان الله لما بتخش اللجنه اصلا ربنا بيفتحها عليك. هي كده كده اصلا المجموع ده نصيبك ورزق من الله. يعني اهم حاجه ان انت تجتهد وتخلص النيه لوجه الله، وزي ما قلت لكم بر الوالدين والدعاء. فبس هو ده يعني اهم حاجات. طب هي حاجه لذيذه جدا مع انك تطرقت لها، يعني يذاكر جديد ان ما لسه ما خلصتش ولا يراجع قديم. طبعا ما يوقفش جديد، يعني هتوقف جديد هيتراكم عليك اكتر. فلا، ما توقفش جديد. وممكن لو مش هتقدر تستحمل الضغط او كده، ممكن يعني حته صغيره قوي من المتراكم تراجعها. وما تقلقش، لسه في وقت. هتقدر تلم كل اللي انت عايزه، وهتقدر تراجع كل حاجه مره واثنين وثلاثه، وهتخش الامتحان وهتلاقي الامتحان سهل مش صعب زي ما بيتقال. حاجات كتير قوي بتعرف تحلها. يعني نادرا لما بتلاقي سؤال بيبقى محتاج فكره او كده، وفي الغالب انت هتبقى عارفها. انت راجل بتذاكر طول السنه، وهتمر على كم اسئله كبير في المراجعه وفي الامتحانات بس. طيب شكرا يا منى. اخر سؤال، هل لو رجع بيك الزمن هتخشي كليه طب؟ بص، هو لو رجع بيا الزمن كنت هدخل طب، لان دي نصيبي يعني اللي ربنا كاتبه لي. فكده كنت هدخلها يعني في اي حال من الاحوال. لكن بقى بالنسبه، طبعا هي بتبقى هيبه بقى، وبتلاقيها حلم كل الطلبه. كل واحد تعب عاوز بقى يخش طب ويبقى دكتور ويبقى كده. بس هي حاجه حلوه وجميله، والطب مهنه ساميه وكليه جميله يعني بغض النظر عن الضغوطات. ولكن كل كليه حلوه. انت لو دخلت اي مجال واجتهدت فيه واخلصت النيه لله، ربنا هيوفقك، وهتكتشف فعلا ان ده كان مكانك، وان مفيش مكان تاني كان ينفعك غير المكان ده. فما تستاهلش بصراحه حد يزعل عليها قوي بقى، او ينهار، او يفقد الامل بقى، او يرفض ان هو يكمل. لا طبعا ما تستاهلش. ويعني توكلوا على الله وان شاء الله خير يعني. يعني انت مش ناويه تعملي شيفت كارير تشتغلي جنبها؟ والله ايام الفاينل ببقى عاوزه اعمل شيفت كارير، وببقى عايزه اشوف لي صنعه تانية او اقعد في البيت خالص يعني. بس لا يعني طبعا الواحد لما بيعقل كده ويفكر ان الهدف اللي هو جاي له ايه، وبيفكر هو هيبقى دوره ايه في المجتمع في المستقبل، لا بيقول الحمد لله يعني، وبيسأل ربنا ان هو يعينه. يعني زي ما قلت ده توفيق من الله في الاول وفي الاخر يعني. ماشي يا منى، شكرا لوقتك. مع السلامه.